جديد. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. كما العاده اليوم جبت لكم جنحه في الطاجين بلا فابور طايبين. يعني صراحه هو عجبتني هذه الوصفه بزاف بزاف، كنت نشاركها مع احبابي، وان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الوصفه باذن الله يا ربي. واللي شافت اللاشين تاعي لاول مره ما تنساش تابوني لاشين بيوصلها الجديد تاعي، واللي عنده واللي راهي مابوني معايا ما تنساش تشوف لي الفيديو للاخر، ودي لي لايك ودي لي كومونتير زوين كما هي زينه باذن الله يا ربي. ونبدا على بركه الله. بسم الله نبدا. عندي الدجاج من نقيته الطريقه تاعي، كل وحده كيف تنقي الدجاج يعني الطريقه تاعها. كاين اللي يديروا الملح، كاين اللي يديروا الخل، كاين اللي يديروا كفل، كل وحده كيف تنقي. كاين اللي يديروا الليم، كاين اللي تغسلوا زوج مرات، كل وحده كيف تنقي الدجاج تاعها. انا نقيتهم درت لهم شويه ليم شويه ملح وخليتهم شويه، ومن بعد نقيتهم كي من هكا تنقيه تاعي ودرتهم في الطاجين. هذا الطاجين يعني طاجين عجبني بزاف بزاف، كنت نشارك معكم الوصفه. يعني طريقه سهله 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 ورائعه وجميله اقتصاديه، وما ديريهاش في الفور، ديريها ما ديريهاش داخل الفور، ديريها في الطلبسمو تاعك تاع الغاز طيبيها. نبدا بسم الله على بركه الله. ندير شويه ملح، ندير شويه زبده، نخليهم يتقلاو غير بشويه. يعني طريقه سهله، طريقه بسيطه. الملح والزبده والمعدنوس تخلطيهم مليح 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 وتخليهم يتقلاو. يعني الحاجه اللي عجبتني في هذا الطاجين ما نديرش الماء. وما تنساوش اللي تسكن هنا في نواحي اسبانيا ولا تروح الالدي تسيب راهي حاطه هذا الطاجين، دايرتهم دي بروموسيون شابين عجبوني بزاف. قلت نشارك معكم هذه الوصفه اليوم. تخليهم يتقلاو مليح. درت شويه كمون، درت شويه فلفل اسود، شويه فلفل احمر، ونخليهم يطيبوا مليح غير بشويه بشويه باش تاخذ ديك البنه تاعهم. والحاجه السحريه اللي مليحه 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 في هذا باش يحمر لك اللحم، ديري فيه شويه قارص. هذه الحاجه المليحه اللي طيبي بها الدجاج وطيب لك بالخف. كما وصفتكم وليتكم الوصفات تاعي، لازم ديري اللحم فيه الليم باه يطيب لك بالخف، ما يشدلكش الطهي بالخف يطيب لك. يعني صراحه طريقه سهله، طريقه اقتصاديه وطريقه صحيه، ما هي فيهاش الزيت بزاف، فيها شويه زبده وبلا فابور طايبين. يعني حتى الماء مكاش طبيعيا في طبيعيه، وتخليها طيب غير بشويه راهي طيب. يعني صراحه طريقه سهله. والبصله ثاني ما ننساوهاش كما العاده، نديروا البصله. يقولك المراه بلا بصل المراه بلا عقل، عادات وتقاليد. يعني صراحة لازم 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 القدرة فيها البصلة، لازم 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 المرأة لازم عندها عقل، يعني القدرة لازم يكون فيها البصل. أنا نضحكوا شوية نبدلوا من الروتين. وعندي في الثلاجة تاعي عندي شوية جزر، عندي كورجيت، عندي دنجال، عندي بروكولي، عندي بطاطا، كنت نديرهم مفورين. طيبهم كل شيء في الطاجين بإذن الله يا ربي. طريقة سهلة ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الطريقه باذن الله. وما تنساوش تجربوها. واللي شافت الفيديو تاعي لاول مره ما تنساش تابوني بيوصلها جديد تاعي. وعندي بروكولي كما العاده، انا نموت على البروكولي، نبغيه بزاف بزاف، نبغيه سلطه، نبغيه مفور، نبغيه ما نستغناش عليه، ناكلو بزاف. ونخليهم في ديك لا فابور تاعهم غير بشويه بشويه. وكنت تشوفوا فيه غلقت هذا الطاجين ونخليه. ونزيدو التزيين، يعني طريقة التزيين يعني كل وحدة كيفاه تزين الطبق تاعها بيكون بنين. انا نزينه بلي زيبيس، يعني الطريقة تاعي درت لها شوية كاع لي زيبيس. يعني طريقة سهلة ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الطريقة باذن الله. راكم تشوفوا به راه بدا يطيب وبدا غير بشوية بشوية بشوية. وان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الوصفة باذن الله. وهنايا راه وجد الطاجين تاعي وعلى المائدة التحضير. ما تنساوش تجربوا الطريقه وان شاء الله يعجبكم بزاف بزاف. وماكلتو بنينه بنينه بنينه. وروحوا ما تنساوش فاني ثاني تشروه. يعني الطريقه سهله واقتصاديه وصحيه، والطاجين خفيف وبنين على القلب. واني نعاود نقول لكم ما تنساوش تابوني لاشين باه يوصلكم جديد تاعي انا. وما تنساوش تبارطاجوه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو اخر باذن الله يا ربي.
ونتلاقاو في ساعة خير بإذن الله، وندعو لبعضنا البعض بالخير.